السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مسا على أحلى أخوات وأحلى بنات وأحلى صحاب. أحلى مسا على أحلى صحبة في الدنيا، صحبة في المطبخ مع أم يوسف. النهاردة يا حبايبي زي ما احنا شايفين هنعمل التوم الجميل ده. طبعا اللي بيحب التوم وبيحب الريحة العالية زيي هيعمل بالطريقة ديت ومش مش هيرجع يجيب من جديد تاني. التوم الأيام دي يا جماعة ب10 جنيه ناشف وتحفة وما شاء الله، بس ما يتخزنش عشان بس يبقى المعلومة ثابتة عندنا. تيجي بقى واحده تقولك ايه، حطي التوم، هاتيه حطيه في بطرمان ورجيه يتقشر او ارفعيه في السقف وينزل يتقشر، انسي الكلام ده كله. التوم هنفصصه عادي زي التوم العادي زي ما احنا شايفين ناشف وجميل. هنحط في الكبة او في المفرمة او في الخلاط، استعملي اللي عندك. انا كان ممكن اعمله في المفرمة وكان هيبقى سهل جدا ومش هياخد وقت، بس انا معلش عملت في الكبة. في ناس كمان ما عندهاش كبة، ممكن تعملي في الخلاط العادي وتبقي تغسليه غسلة كويسة بعد كده، وتبقي تحطي فيه اي حاجة، يعني سيبي فيه الصابون شوية يضيع منه الريحة. زي ما احنا شايفين انا حطيت التوم، حطيت عليه معلقه خل عشان يفضل ابيض زي الفل زي ما هو، حطيت عليه معلقه زيت عشان واحنا بناخد منه حته التوم اللي احنا عايزينها نقدر نكسرها بسهوله، وحطيت معلقه ملح. كل مره مليت فيها الكبه حطيت فيها معلقه زيت، معلقه ملح، معلقه خل. انا عملت الكميه اللي انا عملتها دي كان تقريبا 2 كيلو من التوم. عمل لي الكبه ملاها لي ما شاء الله، الكبه كبيره 3 مرات، عملوا لي 4 اكياس محترمين. ان شاء الله يعني احلى وقت تخزني فيه التوم. وانا معرفش دي اول مره تحصل ان قبل ميعاد تخزين التوم كان فيه توم كتير متخزن طبعا وما استعملوش، لازم يتباع باي سعر. 10 جنيه الكيلو التوم الناشف، دي عمرها ما حصلت، والله عمرها ما حصلت حتى وانا طفله. زي ما احنا شايفين. بالنسبه للاكياس العاديه اللي عندها كيس بتتقفل اوكي، اللي عندها كيس عاديه زيي بتمسكي تفردي فيها التوم. هنقسمه تقسيمات كده بالسكينة عشان خاطر لما تيجي تقطمي منها حتة تاخديها بسهولة. سويها زي ما بسوي اللحمة المفرومة وبسوي الحاجات العادية للفريزر. وبعد كده هنبتدي بقى نجيب اي حاجة، ولو سكينة يا جماعة بظهرها مش بوشها زي ما قلتلكوا، بظهر السكينة، وهتبتدي تعملي تقسيمات مربعات صغيرة. طبعا انت ممكن بعد كده تلاقي المربع اللي انت عاملاه دوت كبير او صغير على حسب الحاجة اللي انت عايزاها، هتكسر معاكي بكل سهولة بعد ما تتلج. زي ما احنا شايفين عملت خطوط بالعرض وخطوط بالطول، فخلاص بقت مربعات. نقدر ناخد مكعب في اي وقت نعمل بيه اي حاجة. وعايزه اقول لكم يا جماعه والله وانا بعمله ريحه الشقه كانت جبار جبار، لدرجه ان انا مناخيري دي حرقتني من كتر ما ريحته قويه. يعني بتهيألي هي مكعب واحد يقوم باللازم في اي حاجه انت محتاجاها. بعد ما اقسم التقسيمات الكويسه ديت في الكيس عادي واقفله بلزق زي ما بنقفله. عملت الكميات بتاعتي كلها وقفلتها، وبعد كده طبعا عشان ما يعملش نكهه وابقى متاكده انه مش هيعمل نكهه، لان ما عنديش مكان كفايه في الديب فريزر، فحطيتهم في كيس تاني كبير وقفلته وهما مفرودين زي ما هما كده. لو انت عندك بطرمان كبير وعندك امكانيه مكان تقدري تحطيهم، لو عندك بطرمان نفس حجم الكيس او نص حجمه، اتني الكيس على نصين وحطي الاكياس كلها في البطرمان. العلب التلاجة يا جماعه، معلش لو كنت اتلخبطت معاكم، علب التلاجة اللي هي مكلبسات، هتحطيها يا اما مفروده يا اما لو عندك العلبه اصغر اقسميها نصين وحطيهم فوق بعض، هيديكي نفس النتيجه وهيقفل الريحه ومش هتشمي اي ريحه توم في التلاجة. لكن انا بالنسبه لي عملتهم فوق بعضيهم في قلب كيس واحد وقفلته وحطيته، مفيش اي اثر ولا اي ريحه في الفريزر. ان شاء الله تعملوه يطلع معاكم احسن حاجه. وزي ما انتم شايفين ال2 كيلو الله اكبر عمل لي 4 اكياس محترمين، هيكفوني كميه كويسه. انا لما يطلع الجديد ممكن نشتري حبه كده ونرميهم في البلكونه. يا رب يكون فيديو مفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.